هو الاستعمار، صفحاته حالكة. إذا تصفحت هذا السجل فالعذاب والقهر والموت والدمار هي ميزاته. هو سجل الاستعمار في بلاد وباقي البلدان المستضعفة التي ذاقت تجربة الاحتلال. وعندما ينجلي هذا الاستعمار تبقى جرائمه دون عقاب وجراحه مفتوحة. آلاف جرائم الاستعمار ضد الجزائريين العزل لم تنصف بعد من طرف المؤرخين والحقوقيين والساهرين على هذه الذاكرة المقدسة. مجزرة ساقية سيدي يوسف الأليمة واحدة من هذه الجرائم التي تنتظر هي الأخرى إنصافا جزائيا من طرف القضاء الدولي، وقبلها اعترافا من طرف المحتل نفسه، حتى تلتئم جراح شعبي الجزائر وتونس. ذات 8 فبراير من عام 58 أنزل الاحتلال ترسانته الحربية من سماء الساقية مستهدفا سكانا تونسيين ولاجئين جزائريين عزلا بحجة متابعة وحدات جيش التحرير المرابطة على الحدود القريبة من البلدة، وهي الحجج التي لم يقتنع بها بعض ضباط المستعمر نفسه بعد صحوة ضمير. قبل الحديث على واقعة بلدة سيدي يوسف لا بد أن نعرج على تاريخ وجغرافية هذه البلدة والتعرف على سكانها. من هم ومن أين جاءوا وكيف أصبحوا يشكلون لحمة واحدة من انحدار شعبين على أرض واحدة في الجانب التونسي؟ هي إذن بلدة ساقية سيدي يوسف الشهيدة. أولا جهاد هذه المدينة الجريحة يكمن في قدرها، وقدر هذه البلدة نجده في التسمية. تسمية سيدي يوسف تعود إلى هذا الولي الصالح، الولي سيدي يوسف الذي يرقد في التراب الجزائري. أما البلدة فتقع في الجهة المقابلة من التراب التونسي، وسميت البلدة باسمه. يذكر بعض المؤرخين وأعيان الساقية أنه في حوالي منتصف القرن ال19 قدمت مجموعة من سكان بئر العاتر بالجزائر وتعرف بولاد سيد عبيد، واستقرت بهذه البلدة لتحتك بسكان المنطقة وتلتمس لديهم الأمن والسكينة ووفرة مصادر الرزق هناك. بدأ ذي بدء لابد وأن نعود قليلا إلى التاريخ، حيث أن دماء التونسيين وخينا الجزائريين معناها امتزجت فيما بينها بين بعضها البعض عبر الملحمة التاريخية للحصول على الاستقلال. ومن هذا المنطلق ربما تشكل لبنة أساسية لدعم هالعلاقات هذه، علاوة على جملة من القواسم المشتركة اللي تربط الشعبين وتجعل من الجزائر تونس بالنسبة للجزائر والجزائر بتونس أحد الأعماق الاستراتيجية للنهوض بالبلدين. أنا من سكان ساقي سيدي يوسف، وأصلي نبعد 4 كيلومتر. كان والدي غادي، أما أنا نسكن في ساقي بحكم دراستي. نحن مجاورين تو ساقية بلدة، سامحني كان قلت ساقية، أنا ما نحبش نقول ساقية لأني نحب نقول ساقية سيدي يوسف. علاش؟ لأنها جت على ربوة مشرفة على واد ينهمر منه الماء، وبجانبه معناها مقر ولي صالح اسمه سيدنا يوسف، فسموها ساقية سيدي يوسف. نحب نقول ساقية سيدي يوسف. ساقية سيدي يوسف ما تبعدش على الجزائر، تبعد على الجزائر بعشرات الأمتار. وفي عز الاحتلال وبعد أن ضيقت فرنسا الاستعمارية الخناق على الثورة والشعب الجزائري، أصبحت المناطق الحدودية الشرقية مع تونس الفتية قاعدة خلفية للتموين وعلاج الجرحى والمعطوبين، وكذا تدريب عناصر جيش التحرير. فالحدود الجزائرية من أم الطبول إلى نقرين كلها أحداث متتالية، وعلى كل اللي جرى في ساقية سيدي يوسف
ما تكبدوش الجزائريين وحدهم، تكبدوه حتى الأشقاء التونسيين اللي هما كانوا الدرع الواقي للثورة الجزائرية. وهذا بفضل الله وفضل الجيرة والأصالة والنسب والقرابة والدين واللغة في نفس الوقت. احنا أشقاء، وتونس حملت الثورة الجزائرية على عاتقها. جعلوا الثورة جعلت من الحدود الجزائرية قاعدة خلفية للتدريب، قاعدة خلفية لتحضير الأسلحة، لمجيء الأدوية من الخارج، للقاء الصحفيين. كما أضحت ملجأ للأهالي الجزائريين الفارين من بطش وقساوة الاحتلال. ومن هذه المناطق بلدة ساقية سيدي يوسف ذات القدر المشؤوم ذات 8 فبراير من عام 58. قبل قصف الساقية كان جيش الاحتلال قد تلقى عدة ضربات موجعة على يد بواسل جيش التحرير الوطني بالقاعدة الشرقية للثورة، وهذا ردا على بطش عساكر فرنسا والتحرش بأهالي العزل. هذه العملية اللي جرت في 58 على كل حال هي كانت عندها لها أسباب. هي كانت الكتيبة، هذه الكتيبة التاسعة تابعة للفيلق الثالث، وهذه المنطقة راهي المنطقة دي المنطقة الثالثة، والكتيبة الناحية التاسعة. نحن على كل حال كنا متواجدين في وادي الزانة. وادي الزانة يعرفوه الجميع، وادي الزانة الكتيبة كانت مركزة ثم وبقرب الحدود الجزائرية التونسية. ثم جاء أمر نقلنا من وادي الزانة إلى مينة الكوشة بقرب جبل الواسطة، نقلنا ثميك في ظرف ما كانش شهر. كانت عندنا دائما الدورية تخرج الصباح، فصيلة تخرج الصباح دائما تعمل دورية استطلاع على العدو على كذا. وقت اللي خرجت الفصيلة هذه خرجت الصباح الباكر، كانت فصيلة قبلها خرجت من تاع جنود العدو، وخرجت من الثكنة هذه تاع القوارد بالذات، خرجت من الثكنة تاع القوارد. كان الأسباب نتاع الفصيلة هذه تاع جنود العدو خرجوا باش يعرضوا للمواطنين، ينحوا لهم الدجاج وينحوا لهم العظام ويفكوا حوايج المواطنين. وقت اللي خرجت الفصيلة نتاعنا احنا اصطدمت بهم مع الفجر، مع طلوع النهار مازال ظلمة. يعني الفصيله نتاع العدو ما كانتش تظن بلي مجاهدين موجودين، والفصيله نتاعنا احنا ما كانتش تظن بلي كاين فصيله نتاع العدو موجوده في مشتى ولاد بوغالم، ولاد بوغالم الواسطه بلديه الحداده. واذا به الفصيله نتاعنا اصطدمت بالفصيله نتاع العدو وتبادلوا الضرب حتى نبان الضوء، تبادلوا الضرب ما بيناتهم، وتم القضاء على الفصيله كماما. ماتت كل فصيلة العدو كامل ماتت، واستشهد لنا شهيد ربي يرحمه مات ثم، مزويش مات لنا ثم. وبسرعة جاء رد الفعل بقصف الساقية، وتمت عدة اعتداءات، حيث تم في الفاتح من أكتوبر والثاني منه من عام 57 توجيه ضربات عسكرية ضد البلدة المسالمة، وذلك لترويع أهلها من سكان ولاجئين جزائريين، مبررة تلك الاعتداءات بحق متابعة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي. وفي الفاتح من سبتمبر وزير الدفاع الاحتلال أندري موريس يأمر قوته المرابطة في الجزائر باجتياز الحدود التونسية في إطار ما أطلق عليه حق المتابعة. وفي السادس من نفس الشهر والسنة تتعرض قرية عين دراهم التونسية لاعتداءات جبانة ضد السكان العزل. الأحداث اللي وقعت على حدود تونس كثيرة، مش غير الساقية، كثيرة متعددة، وتنجموا تتابعوا حتى بعض المجلات وبعض الكتب توجدوها. هي كانت رد فعل، لأن لما قتل من قواتها يوم 11 جانفي قتل من قواتها 16 عسكري،
ثم ألقي القبض على 5 عساكر وصبحوا في مساومة مع بورقيبة إنذاك. وأسرنا 4 برجولية 4 أسرى من الفصيلة نتاع العسكر، والخامس رفض ضابط قائد فصيلة رفض الدخول إلى الطراب التونسي، تم قتله تم إعدامه والرابعة قتلناه والرابعة الآخرين هزيناهم، الرابعة الآخرين ومعاهم لي بورس صام فيه تليفون صام فيه جوج، كانوا يتكلموا يطلبوا في النجد يعيطوا للطيارات، وكان معاهم حشاكم كلب أكحل كان مختص إلا في حكمان الجنود. هذا وقت اللي ماتوا العسكر دخل طاح في مطمور، جبدناه من المطمور وديناه وكان عايش معنا في النفيام كوبانية في النفيام حتى من بعد انت بليسيت انا ورحت وخليته ذم. عندما نحصي الاعتداءات التي سبقت العدوان على ساقية سيدي يوسف في 8 فبراير من عام 58 نفهم أن العدوان كان مخططا له من قبل بهدف ترويع اللاجئين الجزائريين في تونس من نساء وشيوخ وأطفال، بعدما فشلت فرنسا في القضاء على جيش التحرير داخل التراب الجزائري المحتل. وفي 15 من نفس الشهر والسنة كذلك تعلن فرنسا عن انتهائها من تطويق الثورة من خلال انتهائها من إنجاز خط شغل المكهرب. وما أثار ثائرة فرنسا أكثر هو ميلاد لجنة الدفاع عن المدنيين الجزائريين بتونس في 18 من سبتمبر من عام 57، وهي صفعة أخرى توجه للاحتلال لتنفضح أعماله المشينة لدى الرأي العام الدولي والمؤسسات الأهلية الحقوقية في العالم. وفي نفس الشهر أي أكتوبر من نفس السنة يشن جيش التحرير الوطني هجوما عاما على القواعد الفرنسية المرابطة على الحدود مع تونس ويكبدها خسائر كبيرة. الشيء اللي دارته فرنسا قبل ساقية سيدي يوسف هو من الضعف والعار. ماشي الناس أبرياء يقذفهم سلاحهم تقنبل فيهم ب 12 طيارة، لكن الشيء اللي وصل هذا هي فرنسا ما لقتش روحها هنا. وعلى سبيل المثال تأثر لها العسكر هنا في الواسطة، تنحى لها سلاح حتى من الكوريين هزوها في الجزرنا في سيدي بادي. الكوريين جاء البروات جاو وهجم عليهم الجيش وكل راس اليوتنا نحوه قاعد يدافعوا لقر نحوه ودوه الغواث. وسيدي بادي ثاني تهزموا ثم وودوا سلاح وكل شيء. لكن كاين حاجة فرنسا منين ما تلقاش روحها تدور على الضعف، تمشي للقرى تمشي للدواور تمشي لواحد تقتل أبرياء. وعليه كي ضربت ساقية سيدي يوسف ما تمشيش للجيش للجبل تضربه. إضافة إلى ذلك أثبتت فرنسا فشلا ذريعا على السيطرة على الثورة داخل التراب الجزائري، وتحديدا على الجبهة الشرقية التي كانت مدربة تدريبا على معارك الجبال وكانت مدججة بالأسلحة المتطورة، وهو ما أكدته خلال معركة جبال واسطة أو بما يعرف بمعركة سوق راس الكبرى، حيث نفذ ما يقارب من 300 جندي من جيش التحرير هجوما بطوليا على الفرقة 23 لجيش الاحتلال، ما أسفر على مقتل 15 جنديا فرنسيا وأسر 4 آخرين وغنم أسلحة وعتاد عسكري متطور. وكرد فعل على ذلك سارع العدو كعادته بالاعتداء على الساقية المجاورة وعلى مدنييها من لاجئين والسكان عزل، وهذه هي الأسباب الحقيقية التي عجلت بتدبير مجزرة ساقية سيدي يوسف الشهيرة، وليس كما زعم الاحتلال في ادعاءاته وافتراضاته الوهمية. ما كانوش ثم عسكر، ما كانوش ثم مجاهدين جزائريين، كانوا موجودين خارج المدينة. المدينة كان فيها المواطنين العاديين اللي ما عندهمش نشاط عسكري، مدنيين بحت، لأن القرار كان قرار معناها من العسكريين باش يردوا الفعل، وكان القرار باش تقع معناها قذف مدينة ساقية سيدي يوسف. وفي 8 من فبراير من عام 58 من القرن الماضي نفذ الاحتلال مجزرته الأليمة ضد أطفال المدارس وضد القرويين والفلاحين المجاورين لبلدة ساقية سيدي يوسف ذات يوم سبت المصادف للسوق الأسبوعية للبلدة. أنا كنت في المدرسة وعندما سمع المعلم عزيز الطائرات أطل برأسه من النافذة فأعلمنا أن هناك شيء خطير
وأخرجنا واختفينا وراء السور، واختفينا وبقينا نشاهد حتى حلت الطائرات. كانت تأتي أسراب متكونة من 4 طائرات آن الرافين، وعددها 25 طائرة حسب مجلة، ها هي مجلة عندي، مجلة إستوريا. وحتى شاحنة الصليب الأحمر الدولي التي كانت يومها توزع المؤن والمساعدات على اللاجئين لم تسلم. لو تنطق الساق يومها ويعود التاريخ يتوقف في اليوم 8 من فبراير، جينا الورود تحولت إلى دم وظلام في سماها. لو نفتح محفظة محمد لوجدنا لوح محفوظ هو والله بقاها، شاهد على الطلاسة والطباشير اللي خط حرف طا في ذاك اليوم اللي ما زالت تكتم على السراير. أشهد يا تاريخ، أشهد يا تاريخ ودون في ذاك اليوم 8 من فبراير مجزرة وفاجعة أليمة في تونس والجزائر، ووصمة عار في جبين الاستعمار. بالنسبة للعدو نفى أنه قصف البلدة الشهيدة، وجند آلاته الإعلامية والدعائية من خلال الجرائد والمجلات المتخصصة كإستوريا، لا ديبيش، ليكو دالجي. يزعم الجنرال جاكا أن الصور التي التقطت من الجو مباشرة بعد القصف لا تظهر تواجد أي شاحنة للصليب الأحمر الدولي. في هذه المنطقة أو قريبا من هنا كانت لجنة الصليب الأحمر الدولي تعمل جنبا إلى جنب مع الهلال الأحمر الجزائري والتونسي من أجل تغطية الحاجيات الإنسانية للاجئين الجزائريين. ويومها زار الصليب الأحمر مساجين فرنسيين لدى جيش التحرير الجزائري الذي أظهر تعاونا جيدا. جيش التحرير أظهر تعاونا يتماشى واتفاقيات جنيف بشأن الأسرى. كل هذه الآلة الإعلامية أجمعت على لسان هؤلاء العساكر كالاكوست، الجنرال جاكان، وزير الدفاع لتلك الفترة شابون دالماس، وهذا السفاح الصليبي بيجار. À mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés. نحن الضباط والجنود الأوروبيين لا بد أن نكون أحسن سفراء لأسلافنا الصليبيين. مثل هؤلاء المنهزمين في فيتنام ومعركة الجزائر صبوا جام غضبهم وانتقامهم ضد شعب يتكون من لاجئين وفلاحين بسطاء، وخططوا أشهرا لارتكاب مجزرتهم الشنعاء. خططوا له انطلاقا من الناحية العسكرية الخامسة في التقسيم العسكري الكولونيالي، وحسب العقيد برنار ريف الذي وبعد تأنيب ضمير دام أكثر من نصف قرن من الزمن ومن الكتمان، مصرحا أنه كان في تلك الفترة نائب قائد قاعدة التلاغمة الجوية وشاركت وحداته في تلك العملية. يقول في تصريح حديث أن الهدف من تلك العملية وأخرى في الجزائر هو وضع الجزائر داخل قفص حسب قادته في الجزائر العاصمة وباريس. ويعترف الكولونيل ريف أنه شخصيا لم يجد أجوبة مقنعة لتلك الأعمال الشنيعة، خاصة قصف مدرسة صغيرة يدرس فيها أطفال تونسيون وجزائريون، وسوق لأهالي القرى المجاورة، وتدمير جميع البنى التحتية للبلدة. وجند الاحتلال لذلك القصف ترسانة جوية مكونة من 11 طائرة من نوع بي 26، 6 طائرات من نوع كورسير، و8 أخرى من نوع ميسترال. كل هذه الترسانة لضرب سكان عزل وأطفال داخل قسمهم الدراسي. ويا للقدر كان الأطفال يدرسون حرف الطاء حرفا لغزا. بعد هذه الفاجعة الأليمة سارعت تونس الزعيم الراحل بورقيبة إلى رفع القضية إلى المؤسسات الدولية، ورفضت ادعاءات فرنسا، بل رفضت حتى أن يقترب جنودها من مكان القصف للوقوف على الأحداث والتحقيق في الحادث.
بل هدد الراحل بورقيبة على رأس الجمهورية التونسية الفتية إلى دعوة القوات الدولية ونشرها على الحدود مع الجزائر لوقف ما يعرف بحق متابعة عناصر جيش التحرير الجزائري. ويسجل له التاريخ كذلك أنه رفض ضغوطات الاحتلال بطرد اللاجئين الجزائريين ورفض قواعد الإسناد الإنساني واللوجستي لحرب التحرير انطلاقا من بلاده. وأثار الزعيم المرحوم ضجة دبلوماسية ضد فرنسا باستدعائه دبلوماسيين وإعلاميين من مختلف دول العالم للوقوف على مجزرة الساقية. وصبحوا في مساومة مع بورقيبة إنذاك الرئيس التونسي رحمه الله، الراجل اللي تحمل كل الصعاب في أيام المحن في أجل الجزائر. آمنوا وسند ليهم ونموتوا معاهم وكلش، وما عندنا حتى مزية يا شيخ. خوتنا مدينهم الوطن واحتضنونا، هم قبلنا احتضنونا. سجل التاريخ في فاجعة ساقية سيدي يوسف الشهيدة تلاحم شعبين في شعب واحد وتقارب الشقيقين الجارين في المحن الكبرى، وهما جسدته مقبرة وتذكار شهداء الساقية. قبور بدون أسماء، أجمل تعبير عن هذا التناسق الملحمي. تلك الفواجع وإن طغت كانت بعقباها سعيدة. القرية الحمراء أضحت من قرى الخضراء شهيدا، لكنها الساقية الثكلى ببقاياها فريدة. كانت فجيعتها لنا بدء انتصارات جديدة. هم شهداء المجزرة الأليمة، المجزرة السوداء التي نفذها الاستعمار في 8 فبراير من عام 58 من القرن الماضي. الدماء امتزجت بساقية سيدي يوسف ويرقدون في هذه المقبرة، ولا فرق بين شهيد جزائري وشهيد تونسي. الدماء امتزجت وصلة الرحم امتدت والعلاقة تطورت وامتدت، وهذه رسائل الجار والأخ. هؤلاء الشهداء هم عبرة لنا، وتونس لم ترضخ للاستعمار الفرنسي وتهديداته، بل واصلت واجباتها تجاه الشعب الجزائري إبان الثورة. فسنتان بعد الساقية تستقبل المدرسة الوحيدة التي بقيت قوافل من التلاميذ الجزائريين اللاجئين. هذا سجل دفتر التسجيل الأطفال اللي درسوا في هذه المدرسة. نلاحظوا هنا أن أسماء الأطفال أو التلاميذ التونسيين، أسماء الأطفال الجزائريين موجودة في الدفتر، فهمتني؟ ونجم نقول لك ثلث التلامذة اللي قراوا في هذه المدرسة هم جزائريين. ثم انتقلت إلى الجزائر. ففاجأة الساقية وحدت الدم وصلة الأرحام، وفتحت آفاقا مشرقة في عهد البلدين المستقلين. الوضع الاجتماعي بين المنطقتين هو وضع جد يعني حسن، فيه العلاقات الاجتماعية متطورة، ثم علاقات مصاهرة، ثم علاقات تجارية، ثم تبادل. الأسواق المساكنين يزوروها في آتو مامون، يجونا هنا ونمشوا لهم الغادي. علاقات أخوية متطورة يعني تشهد تطور عبر مرور الزمن، وإن شاء الله تتوج العلاقات هذه الأخوية باستثمار اقتصادي تنموي يشجع المتساكنين في المناطق الحدودية اللي هما في حاجة أكيدة وماسة لمثل هذه المشاريع. وخلال مشوار الجزائر المستقلة لم تدر الجزائر ظهرها لمن وقفوا معها بالأمس، وانطلاقا من مبادئها القائمة على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي للجار، ظلت الجزائر تنهج سياسة مساعدة الجار والشعوب المستضعفة في الأرض، وهي مبادئ استخلصت من رحم بيان ثورتها المقدسة، مبادئ نوفمبر. واليوم عندما نقف على ذكرى ساقية سيدي يوسف الأليمة
نرى أنه ما تزال طموحات ورهانات لدى شعبي الضفتين. أول هذه الرهانات هو حماية الذاكرة، لأنه حدث معناها رمز في الواقع ما بين تونس والجزائر، ومعناها يستحقك باش يكون عنده مكانة معناها كبيرة. واحنا كبلدية ثم متحف، المتحف هو كان خارج نطاق البلدية، مع ساعين توا باش البلدية تسترجع المتحف هذاك باش تثريه بكل الوثائق وكل الصور وكل الفيديوهات وكل الافلام وكذا. لان في الواقع هو هكا حتى كي يبحث شويه في الموضوع هذا يلقى في الانترنت برشا على عديد الوثائق، سواء معناها افلام او مقالات صحفيه وغير ذلك. وتحتاج الذاكرة، ذاكرة أحداث ساقية سيدي يوسف، أن ينصفها التاريخ. هل أعطاها المؤرخون حقها في مدرسة التاريخ؟ وهل قام القانونيون بدورهم لمحاكمة الجلاد الذي ما يزال فارا من العقاب؟ أسئلة ورسائل تنتظرها الأجيال اللاحقة وإجابات عليها. فالقانون الدولي الحالي يعطي فرصة لمتابعة فرنسا على هذه الجريمة بالذات وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في الجزائر ابتداء من سنة 1830. إذن الآليات موجودة، سيما المحكمة الجنائية الدولية أو حتى أمام القضاء الوطني الفرنسي أو البلجيكي كما وقع بالنسبة لي الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون من طرف شارون. يبقى الدور دور تحسيسي أولا بالنسبة للمجتمع المدني لتعرية وفضح هذه الجرائم للرأي العام الجزائري والدولي، كذلك دور المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي تفضح الانتهاكات الجسيمة التي تلحق حقوق الإنسان، سيما وأن الشعب الجزائري عانى العديد من الويلات وعرفت الجزائر عدة مجازر ابتداء من سنة 1830. أما أجيال اليوم وأجيال الغد في تونس والجزائر فلها تطلعات كبيرة وطموحة من شأنها أن تمتن هذه اللحمة. أولى هذه التطلعات أن تكون العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مستوى العلاقات التاريخية التي جمعت شعبي البلدين قبل وإبان ثورة التحرير المظفرة. عنا حتى مالينا ماخذين من هنا من سوق هراس، نجو نعملوا شوية سياحة، عنا أقارب نجوهم ناخذوا شوية بعض قضيات متزاير سياحة تجارية ونروحوا لاباس. محمد شعب واحد، راهو الجزائر تونس شعب واحد. اما هو يلوج بيروقراطيا باش ينقص، معناها البروسيدور ادمينستراتيف ينقص فيها. خرجنا الأربعة نتاع الصباح من نابل، خلطنا 9 على النابل. لا العلاقة طيبة، لا طيبة طيبة ياسر، طيبة ياسر، معاملتهم معنا طيبة ياسر. وقفتنا مع الذكرى وفصول الحكاية لم تكتمل بعد 6 سنوات وزدناهم نصف قرن. إذن الساقية لم تدلي بكل حديثها عن المجزرة الأليمة، والحديث عن ساقية سيدي يوسف، تلك المدينة الأليمة ذات 8 فبراير من عام 58 ما يزال متواصل حتى تنصف بلدة ساقية سيدي يوسف وتأخذ حقها في محكمة التاريخ. ماشي حد الساقي، ماشي حد الساقي أرض البادية ملبون الجد، ماشي حد الساقي نعدي ونمر، ماشي حد الساقي نعدي ونمر، تزاير تونس باقي 10 بعمر، ماشي حد الساقي، ماشي حد الساقي نعدي نشوف الجارة ونتذكر يوم دمارها من قوة شر، ماشي حد الساقي